حبيبه اصلا. انت قلت تسالي مين تقول لي هو بيت حبيبه فين؟ بجد بعدها بقول لزياد هو بيت حبيبه فين؟ قال لي هي عماره كام؟ قلت له عماره كذا. قال لي يا احمد ده الشارع اللي بعده. قلت له بجد والله. طب بصوا يا جماعه، انا مؤمنه ان يا حبيبه افهمي، انا صبوره والله العظيم. انا شخص انا اللوكيشن صبور. الغلط. انا ببص فوق، انت قلت لي في الدور التاسع، لقيت لوكيشن وانا قاعده في اوضتي، لقيت واحده بصلي من الدور التاسع وعماله بتضحك وعماله بتزغط. طب ما انا سمعت زغرتي من التاسع بقى. بنتي لا، دي كانت البت التانيه. الزفت لما احنا رحنا البيت الغلط. انت ثانيه، انت بتخوني يوم لا انا شايفها من التاسع عماله تعمل كده، فانا عمال اعمل كده ونبص لبعض وعمالين نعمل كده، وفي الاخر طلع ان ده مش بيتك اصلا. صراحه بيقول لك يا وجع الشماريخ. فاللي هو الضحك فاهم اللي هو ايه، بس خلاص ده الشارع اللي بعد. فانا مكسوف اصلا اقول للعربيات اللي رايحه معايا يا جماعه. بصوا بقى، بص انا والله وقفت فوق العربيه بقول لاصحابي ايه. انا بزغرط من امتى؟ انا بزغرط من ساعه ما سمعت تيت 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 وانت أيوة. كنت بتزف حد تاني. انا كنت في الشارع اللي جنبك. انا بنتح في صوتي وانت بتزف أيوة. حد تاني. انا كنت في الشارع اللي جنبك والله. فانا وقفت فوق العربيه. وقفت فوق العربيه عملت لاصحابي كده يا جماعه احنا واضح ان احنا زفينا حد غلط، يلا ورايا على الشارع اللي بعده. واحنا الشارع اللي بعده عملنا زفه ثانيه وقعدنا نضحك وبنعيد كل اللي حصل في الزفه الاولانيه. فاللي هو لا، ومشكله ان انا زغرطت تاني. ايوه انت كنت بتحسبينا في الطريق. انت كنت انا بضغط في الطريق من اول الشارع، من اول ما شفت في حاجات عماله كده تلعب في انوار، عرفت ان انتوا. انا يا عيني شايفه الانوار عماله زغرط وهو رايح يزف حد تاني. اتفرجوا مش كمان يعني صامت، لا هو كمان راح يزف غلط. انا اللوكيشن وداني في حته ثانيه. بعتمد ام السرير هنا. ايوه بعتمد السرير من هنا اهو السرير، لو انت يا سرير، مش انا بعت اللوكيشن من هنا. الشوارع جنب بعض فاللوكيشن جابني الشارع اللي بعده. يا جماعه عادي، المهم ان اليوم عدى على خير وعدى حلو. بعدها بقى اصلا حاجه برضه تخليني ان انا ما اضحكش. اصبر كده. ايه بقى؟ افتح كده. لا اللي ورا. عايز اللي ورا؟ بس خلاص. افتح عندك النفس بس. اقفل بس يا عم سيبها ولا تقفل ولا حاجه. سيبكوا بقى من كل ده. احنا وانا قاعد فوق وبتفق انا وباباها والعيله وخالي ومامتي ومامتها وكل حاجه. قايل لك مره واحده العيال تحت مني ودومه وعمر وزياد والعيال تحت هيعملوا ازاي؟ عايزين جاتوه. لقيت بابا بيبص لي بيقول لي هم دول صحابك؟ قلت له ولا اعرفهم. انا العيال دي ما اعرفهاش، عيال صايعه واقفه تحت عايزين جاتوه انا ما اعرفش كده. انا حتى فوق ما كلناش يا عم، قعدنا نقول يا بجد كانوا زي العسل بجد والله، كانوا زي العسل. ومره تانية لقيت دوما بيقول ميدو جابر. ابو باكي بص لي قال لي مين ميدو جابر؟ قلت له ما اعرفش، ده واحد بينادي في الشارع على واحد اسمه ميدو جابر، انا مالي. بعدها لما طلعوا قالوا الكلام تاني قدامه وهم داخلين بيقولوا عايزين جاتوه. قال لي ايه ده دول صحابك؟ قلت له ولا اعرفهم، انت اللي عازمهم تقريبا ما اعرفهمش. لا هم بجد كانوا زي العسل فعلا. انا الشارع كله اتفرج عليا. مين دول؟ انا ما اعرفهمش يعني. تبعك دول انت اللي عازمهم. عارفين انا كان طول عمري نفسي امسك شمروخ. يعني ايه شمروخ اصلا؟ دايما بشوف مباريات بقى واشوف ان هو بيبقى احمر بقى كده بيقلب ابيض. احي يا جماعه على شعوري وانا ماسكه الشمروخ. كنت خايفه جدا وكان عمال يقع عليا وكان عمال يحرق في الصوت، بس ولا يهمني اسد واقف كده. لا وميسي قاعد قدامي كل شويه يبص لي يعمل لي ازاي. عايز اقول له لا استنى بس عايزين ميسي انا ما كانش ينفع ابص في وشه اصلا، ما كانش ينفع. ميسي كل شويه يبص يعمل ايه. تخيلوا يا جماعه قعدة اتفاق قاعد فيها ميسي. عايز اقول له بتضحك ليه؟ لا ومش ميسي بس، هو انا وسليم قاعدين قدام بعض. سليم ده اخويا. لا ميسي بيبص لي بيعمل ازاي. انا كنت خايفه من الشمروخ لانه جماعه بيوقع حاجات عامله كده، فكل شويه تقوم لسعاني في ايدي وانا مش عارفه اعمل ايه. عايزين جاتوه احنا كمان. بص تعرف تجيب ل 26,100 جاتوه؟ ايه 26 26,000 في كام؟ في 20؟ لا هات الحته ب 10. لا هو ممكن يعمل لنا ديسكاونت ب 15 مثلا هم 20. ما تقول هات الحته ب5. قول له هاتها جيفت. قول له هاتها جيفت. بقول لك 390,000. بص لموا من بعض وهاتوا لنا بقى 360,000 دول لان احنا محتاجينهم حاليا. صح اهو. عايزين الحكايه من الاول.
انا وحكايه. لا ان شاء الله دي هنبقى نحكيها على التيك توك بعد ما تبعتوا لنا اسد. ماني قال لي ماني بيقول لي ما تفتحوا اللايف ده على التيك توك، قلت له بس يلا، قال لي لا لا بس افتحوا النبي. تلم حق الشقه. بيقول لي افتحوا وانا اطلع معاكم جيست. يا الغالي يا جفتات. مصر ايه وده هوز. ايوه صح. يعني يحسب الحته ب انا ما 10. كنت بروح العمليه كنت باكل الحته ب 10 والله. يا ابني انا في امريكا انت حواوشي ب 10 جنيه، انت عايز ايه؟ انا قبل كده اكلت كبده وكلاوي الاثنين كانوا بيموتوا.